فلسطين صبرا، إن للفوز موعدا، فإلا تفوزي اليوم فانتظري غدا ضمان على الأقدار. نصر المجاهد يرى الموت أن يحيا ذليلا معبدا، إذا السيف لم يسعفه أسعف نفسه، ببأس يراه السيف حتما مجردا، يلوذ بحديه ويمضي إلى الوغى، على جانبيه من حياة ومن ردى، منعت ذئاب السوء عن غيل حرة. شكرا لي العزيز أمين السبتي. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي إن سبورتس. معنا تواصل من خلال هذا الحدث القاري الافريقي الكان 2023 في الكوت ديفوار. تاريخيا الكوت ديفوار يحتضن هذه البطولة المرة الثانية بعد 84 2023، وطموحات السود الأطلس لمعانقة اللقب الذي غاب لعقود طويلة منذ ذكريات أحمد فرس، ومنذ الكان الوحيد اللي رفع فيه السود الأطلس اللقب القاري تحت قيادة أحمد فرس الجوليادور التاريخي للكتيبة المغربية. هذه مدينة سان بيدرو، وهذا هو استاد بوكو لورون، تيمنا بواحد من اساطير الكرة الإيفوارية لورون بوكو اللي كان نجم الإيفواريين في السنوات السبعينات. هكذا قرر المسؤولون هنا تسمية هذا الملعب باسم لورون بوكو، تيمنا بخدمات والعطاء الكبير الذي قدمه هذا الاسم على الصعيد الكرة الإيفوارية. سان بيدرو ملعب لورون بوكو، هنا درجة الحرارة 31 ونسبة الرطوبة 74، والثامنة توقيت مكة المكرمة الساعة 6 توقيت المغرب. كان ذلك أمام منتخب التوغو في دور المجموعات. بالمقابل منتخب تنزانيا يلعب له مانولا في 7 بين راس الحربة يوسف نصيتي زياش يعكس هذه الكرة بحثا عن ياتي اليسرى، مرفوعة الكرة في القائمة الثاني وبالراس. برافو يوسف نصيري في ثاني تدخل. هنا الجرأة التنزانية والاندفاع التنزاني والهجوم التنزاني يبدأ مبكرا من واحد من أصحاب التقاليد القارية منتخب الفراعنة مصر. هنا سفيان مرابط والصافرة من الحاجي تشير إلى خطأ حذاري من هذا اللاعب، والرقابة رجل لرجل في منطقة الجزاء. اليوم يعود زياش إن شاء الله في مباراة اليوم، ويسيل بونو بكل هدوء الممكن يتريح وسفيان أمرابط، بينما الرباعية بالملاعب القطرية بينما انطلاقة من الجهة اليسرى. أول لاعب مغربي سجل في الكان انطلاقة من يوسف ورأس الحربة كذلك كما تكلمت عن بينما انطلاقة من وناحي ممتاز، يدخل وناحي ولا توزيع المجهود البدني نظرا لدرجة الحرارة الكبيرة ونسبة الرطوبة العالية. زولي بالراس وحطها في الجول، كان ممكن يحط الكرة في الشباك يوسف نصيري. في نهاية المطاف الكرة تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى دي الإعادة. ممتازة التمريرة من زياش خبير التنزاني. صحيح يلعبون في الدوري، تلعب ضربة المرمى مانولا اليسرى، استلام بشكل رائع من الزلزول. اللاعبين متمرسين على هكذا أجواء، بينما هناك خطأ فيها بطاقة أعتقد فيها كارت أصفر بعد التدخل الماضي أمام عبد الصمد الزلزولي منتخب المغربي، ولكن الكنترول لم يكن موفق لحكيمي. يذكر الشيبي ولكن الدفاع الشيبي راقب الوضعية يترك. وبعد نسخة مصر 2009 منتخب تنزانيا زائد الظهيرين حسين ومنوقع في الجهة اليمنى. المغربي كرة تمشي أمامية، يخرج ياسين على الطرف الأيمن. هناك لعب ميروشي رائع جدا، يطلب أشرف حكيمي مرة أخرى. حكيمي يتلعب حكيم زياش وبالرأس زياش يراوغ، زياش يدخل، زياش بلمسة هنا من جانب اللاعب زياش يبحث حتى سليمة ملح يرجع تبقى تنزانيا وسائس في الموضوع. عندك يا زياش، هز الكرة يا زياش، علي الكرة يا زياش. هرب الزلزولي من الجهة اليسرى في صافرة، ومتى يأتي الإنذار؟ أعتقد الإنذار يأتي الآن. البطاقة الصفراء في ظل إيقاف قطار الزلزولي من الجهة اليسرى، لكن كل العمل الرائع قام به التونسية. بينما كرة أمامية التماس، إذن رمية جانبية لفائدة المنتخب المغربي.
الزلزولي عبر الزلزولي العرضية، تأخر في رفع الكرة الزلزولي، تأخر في رفع الكرة الزلزولي وأعطى الفرصة للمدافع وناحي يرفع كرة وناحي داخل منطقة الجزاء. عندك يا زياش في خطأ أم لا؟ في خطأ، نعم في خطأ، مخالفة لفائدة زياش. يجب استثمار الكرات الثابتة بكل تأكيد. زياش سيرفع كرة، سيسدد زياش وجول ولا الأسود يسجلون، الأسود يسارون، الأسود يفعلون عن طريق صاحب الخبرة المدافع سايس بذكريات التوغو، سايس بذكريات 2017، سايس في أجمل متابعة يضع الكرة في الشباك بعد الأولى من زياش. أنا قلت بأن الكرات الثابتة سلاح. كرة يوناحي في خطأ وإنذار. سلامات. يا خوفي على اللاعبين من مثل هذه التدخلات، يا خوفي الحاجي الهادي من تاني. يلا الثاني يوسف أنصيري كان قريب، من زيارة الشباك. ناحي لمن يناحي يلعب قصيرة مع حكيمي في خطأ. الحكم لازم يكون أكثر صرامة مع لاعبي منتخب تنزانيا، عنيفين جدا منتخب تنزانيا. تدخلات ممتازة، زياش وحده زياش والثاني. النحلة الزنانة هنا، وناحي من أعطى بالراس لم يتحكم فيها نصير. بعد الكرة الزلزولي، يلا الزلزولي شوت الثاني غير معقول، الثاني كان قريب يا الزلزولي. هذه ممكن أطمع فيها الزلزولي، كان ممكن يمرر، ممكن هذه في الشبكة يا زياش. يتعثر زياش، يفقد توازن زياش وضاع مع الهدف الثاني. شوف الإعادة، لازلنا ونعيش الخطورة والدفاعات المغرب. وجنا لظهير أيسر في ظل غياب المزرعة. وناحي سيرفع كرة، وناحي بحثا عن نصيري، جول ثاني يضيع غير معقول. نصيري كان ممكن يكتب التاريخ مرة أخرى، كان ممكن يدخل التاريخ. مغربية ترفع ديال الكرة، ياسين يتركها. نتكلم عن الطريقة والأسلوب والأجواء من أجل إسعاد الملايين في المغرب من طنجة العالية للكويرة العزيزة. تمشي كرة في الجهة اليمنى لعناصر المنتخب المغربي. هنا التغطية الدفاعية مرة أخرى في خطأ. الشيبي يرفع كرة داخل منطقة جزاء. أطير الكرة المغربية نظير ما قدمته في متى يرجع. ممتازة أمرابط، كرة أمامية في انتشاره وصعوده ورجوعه مميزة. زياش يرفع كرة، يهز الكرة داخل المنطقة، توقف، يركض، يضغط، استرجع. ونصيري الآن يقاتل من أجل الثاني. نصيري الكرة تتحول بعد ذلك إلى ضربة مرمى. مع نادي فالنسيا، لاعب شرس، لاعب قوي. سليم تلقى البطاقة الحمراء في أكثر من مناسبة مع نادي الإسباني فالنسيا في سقوط الزلزولي. سلامات يا الزلزولي، مرة أخرى يسقط الزلزولي وكان في تدخل ربما يستوجب قرار انضباطي. سنتابع الإعادة. هات الإعادة يا مخرج المباراة. سايس يمشي للحكم. حكيمي معروف أنه يدافع عن المنتخب المغربي. زياش ثنائية ممتازة، كرة لأوناحي، أوناحي سدد ولكن بعيدة يا أوناحي. الفكرة التسديد مباشرة عوض رفع الكرة على القائم الثاني. أنا أرى تمركز ممتاز لزياش على القائم الثاني، لكن أوناحي فضل السدد. أنا البداية مراقبة من أوناحي، هذه صعبة. الكرة تذهب مباشرة إلى رمية جانبية. هنا نلمس الخطر الذي صنع الإعجاز مع منتخب الرصاصات النحاسية. لذلك نحذر من زامبيا كذلك في بطاقة صفراء، والحمراء قادمة، والحمراء جاية. كان عنده إنذار، بطاقة صفراء ثانية. في أخطاء تمشي في وسط الميدان. سفيان إذا السلام على طول لفائدة منتخب تنزانيا، والربع ساعة المتبقية على نهاية المباراة. والمغرب 1، تنزانيا حتى تسديد الكرة وناحي وحدة ممتازة. هي جول عالمي. النحلة الزنانة تضرب بقوة في هذه اللحظات. النحلة تضرب بقوة في هذه اللحظات. 2-0 في جملة تكتيكية ولا في الخيال، في جملة حكيمي الآن ينسى الحكيمي العرضية. أنصيري هو جول.
شوف واستمتع المغربي يدلع، شوف واستمتع، هكذا يمتعون ويستمتعون في